الكرة الذهبية، الحلم الأكبر لكل لاعب كرة قدم، جائزة قادرة أن تصنع أسطورة أو تظلم نجما كبيرا. على مدار تاريخها لم تكن دائما عادلة، بل صاحبتها قرارات أثارت الجدل وأشعلت النقاش بين الجماهير والخبراء. في هذا الفيديو سنستعرض أكثر 10 لحظات مثيرة للجدل في تاريخ الكرة الذهبية. لحظات صدمت العالم وغيرت مسار نجوم كبار. المرتبة العاشرة، 2020، إلغاء الجائزة بسبب الجائحة. في 2020 قدم روبرت ليفاندوفسكي موسما خرافيا مع بايرن ميونخ، حقق الثلاثية، هداف الدوري ودوري الأبطال. كل التوقعات كانت تصب لصالحه، لكن المفاجأة، فرانس فوتبول أعلنت إلغاء الجائزة بحجة الظروف الاستثنائية بسبب الجائحة. الجماهير اعتبرت ذلك أكبر ظلم للبولندي. المرتبة التاسعة، 2010، تجاهل شنايدر. ويسلي شنايدر قاد إنتر ميلان لثلاثية تاريخية ووصل مع هولندا لنهائي كأس العالم. رغم هذا لم يدخل حتى في الثلاثي النهائي. الجائزة ذهبت لميسي، مما أثار موجة غضب عارمة. المرتبة الثامنة، 2013، تمديد التصويت لصالح رونالدو. كانت المنافسة محتدمة، لكن فجأة الفيفا تمدد فترة التصويت بعد مباراة رونالدو التاريخية أمام السويد في الملحق الأوروبي. كثيرون رأوا أن هذا التمديد غير مسار الجائزة بشكل غير عادل. المرتبة السابعة، 2018، مودريتش يطيح بكريستيانو. وصل لوكا مودريتش فاز بالجائزة بعد قيادة كرواتيا لنهائي كأس العالم وفوزه بدوري الأبطال، لكن أرقام كريستيانو كانت أقوى، وصلاح قدم موسما خارقا مع ليفربول. البعض اعتبر الجائزة تكريمية أكثر من كونها مستحقة. المرتبة السادسة، 2012، إنيستا المظلوم. أندريس إنيستا قدم بطولة يورو أسطورية وقاد إسبانيا للفوز، لكنه خسر الجائزة أمام ميسي مرة أخرى. جماهير برشلونة نفسها كانت منقسمة وقتها. المرتبة الخامسة، 2996، نهاية الحلم الإفريقي. جورج ويا أول إفريقي يفوز بالكرة الذهبية، لكن النظام تغير لاحقا ليقتصر على اللاعبين في أوروبا. هذا القرار حرم نجوما أفارقة كثر من التتويج لسنوات طويلة. المرتبة الرابعة، 2004، شيفشينكو يتفوق على رونالدينيو وديكو. موسم رونالدينيو وديكو كان أفضل جماعيا وفنيا، لكن الجائزة ذهبت لشيفا. قرار بقي مثيرا للجدل حتى اليوم. المرتبة الثالثة، 2021، جدل ميسي وليفاندوفسكي. ميسي فاز بالجائزة بعد كوبا أمريكا، لكن الكثيرون رأوا أن ليفاندوفسكي كان أحق، خاصة بعد أرقامه المرعبة مع بايرن. المرتبة الثانية، 2003، نيدفيد يحرم تييري هنري، صنع التاريخ مع أرسنال، لكنه خسر أمام نيدفيد في قرار بقي غريبا في أعين الكثيرين. المرتبة الأولى، احتكار ميسي ورونالدو. سيطرة شبه مطلقة من النجمين حرمت لاعبين مثل ريبيري، إنيستا، ليفاندوفسكي، شنايدر وحتى تشافي من فرصة الفوز. هل كانت الجائزة منصفة أم أنها تحولت إلى صراع إعلامي وتسويقي أكثر من كرويا؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك لنكشف لك المزيد من أسرار كرة القدم.